إيران تصنف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية. أوروبا رغم احتقار ترامب لها وإذلاله لزعمائها لا تزال تتذيل للأمريكيين. لم نرى يوماً إدانة حقيقية من الاتحاد الأوروبي لقتل الشرطة الأمريكية لمواطنين عزل دون سبب مقنع، ولم نسمع موقفاً واضحاً وصريحاً مما ارتكبته إسرائيل في غزة من إبادة جماعية وجرائم حرب موثقة. ما نعيشه اليوم ليس سوى نفاق سياسي فج وازدواجية معايير غير مسبوقة. كل المواثيق الدولية وكل القيم والأخلاق العالمية التي طالما تغنى بها الغرب سقطت سقوطاً مدوياً أمام المصالح والقوة والهيمنة. صنفت طهران الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية حسب ما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر الأحد 1 فبراير 2026، وذلك رداً على قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي تجاه الحرس الثوري. وقال محمد باقر في منقل البرلمان وهو يرتدي زي الحرس الثوري كغيره من النواب في إشارة تضامن بموجب المادة 7 من قانون التدابير المضادة حول تصنيف فيلق حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، باتت تعتبر جيوش البلدان الأوروبية جماعات إرهابية. وسبق أن وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس 29 جانفي 2026 على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مرجعين سبب القرار إلى حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة إكس: لا يمكن للقمع أن يبقى دون رد. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأضافت: أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يكون يعمل على زواله.